السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول الإعدادي، مرحبا بكم مجددا مع فيديو جديد وموضوع مهم. الدرس الأول: تاريخنا أساس لمستقبلنا، المتحف المصري الكبير. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب. بسم الله بسم الله بسم الله. ابن العزيز، اوعى تنسى الاشتراك في قناة مصر اللغة العربية ونشر الفيديو الأوسع للخلق، لأن نشر العلم فيه خير كثير. وبكم طلاب الصف الأول الإعدادي، فصل الدراسي الأول، التعليم الجديد 2026. قناة مصر اللغة العربية تبقى أكبر قناة وأفضل قناة على مستوى الجمهورية. بسم الله. عندنا يا جماعة الفكرة الأولى: المتحف المصري الكبير مرآة الحضارة. لا يصاغ المستقبل إلا بأيدي تعرف من أين جاءت وإلى أين تمضي، ومن عرف ماضي صنع حاضره ومستقبله. ويأتي المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم ليكون مرآة لحضارة ضربت بجذورها في أعماق التاريخ، فهي أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة يعرض كنوزها في سياق يحكي قصة الإنسان المصري القديم منذ فجر التاريخ. يبقى يا ابني، من ليس له ماضي ليس له حاضر وليس له مستقبل. والمتحف المصري الكبير قصة حقيقية للإنسان المصري منذ فجر التاريخ. القيمة الاقتصادية للمتحف المصري: يعد هذا المتحف مشروعا قوميا يجسد رؤية مصر الحديثة في الاستثمار في الثقافة، ويسهم في جذب ملايين السياح من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل في مجالات متعددة كالسياحة والفنون والخدمات. يقع المتحف المصري على بعد خطوات من أهرامات الجيزة، أقدم عجائب الدنيا السبع. طبعا معروف إن هرم خوف يا جماعة من عجائب الدنيا السبع، كأنه امتداد لهيبة حضارة الأجداد. وقد شهد المتحف في تصميم معماري على شكل مثلثات في إطار رمزي للأهرامات ليجمع بين الحداثة والعراقة. وعند الباب الرئيسي نجد الملك رمسيس الثاني يستقبله بتمثاله الأوضح على الدرج العظيم. طبعا زوار وكان يدعوهم ليصعدوا إلى مجد حضارتنا فيدخلوا إلى قاعته الفسيحة التي تشبه المعبد أو المعابد القديمة، والتي تضم أكثر من 100,000 قطعة أثرية. تتقدم المجموعة الكاملة لتوت عنخ آمون المعروضة لأول مرة كاملة في مكان واحد. يضم المتحف مركزا متطورا لترميم الآثار ومكتبة ضخمة متخصصة في علم البصريات والمصريات، ومركز للأبحاث وقاعة للمؤتمرات وسينام للثلاثية الأبعاد. ليس هذا فحسب، بل يشمل أيضا متحفا للأطفال يقدم برامج تعليمية. يقدم يا جماعة، وركز يا بدر يا ابني ما تنامش معايا، يقدم فعل مضارع مرفوع بالضمة. وطبعا المتحف فاعل وبرامج مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ودي طبعا ممنوع من الصرف، صيغة منتهى الجمهور. بعد كده من خلال تقنيات تعتمد على التفاعلات البصرية والسمعية والحسية تقرب التراث من النشء بلغة يفهمونها فيكتشفوا عظمة أجدادهم بمتعة وحب. فلنحرص، اللام يا ابني لام الأمر، ونحرص فعل مضارع مجزوم بالسكون. فلنحرص جميعا دايما حال منصوب بالفتح. على زيارة هذا الصفح لا لنشاهد الماضي فقط، بل لنستشرق لنتشرف أو لنستشرف من خلاله ملامح المستقبل. ففي كل قطعة أثرية بصمة عبقرية مصرية، وفي كل قاعة رسالة تقول: من مجدنا نصنع مستقبلنا. الدرس طبعا بيحسنا على الفخر بالحضارة المصرية القديمة ومحاكاة للإنجازات الحديثة. انت ابن طالب الصف الأول الإعدادي، دايما يبقى عندك طموح ان انت ترفع اسم مصر عاليا، ودايما تردد: لبلادي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي، ولا خير في من لا يحب بلاده ولا في حليف الحب إن لم يتيم. ومن تأوه دار فيكحد بفضلها يكن حيوان فوقه كل أعجم. وما يرفع الأوطان إلا رجالها، وهل يترقى الناس إلا بسلم. ومن يظلم الأوطان أو ينسى حقها تجئ فنون الحادثات بأظلم. ومن يتقلب في النعيم شق به إذا كان من أخاه غير منعم. اوعى تنسى الاشتراك في قناة مصر اللغة العربية
ونشر الفيديو لأوسع نطاق، لأن نشر العلم فيه خير كثير. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.